بتدور على استثمار مضمون 100% وكمان تاخد مكسبه مقدم؟ الاستثمار ده هو شراء أذون الخزانة، ودي أدوات دين بتصدرها الحكومة إما لسد عجز الموازنة أو تمويل نفقاتها ومشروعاتها. يعني من الآخر أنت بتقرض الحكومة. الميزة في أذون الخزانة إنها تعتبر استثمار قصير الأجل، لأن فترات استحقاقها بتبدأ من 3 شهور ومضاعفتها لحد سنة. ده غير إنك بتاخد العائد مقدما، وبعد ما تنتهي المدة تسترد فلوسك كاملة، مخصوم منها 20% ضريبة على العائد مش أصل المبلغ. يعني لو مثلا هتشتري أذون خزانة ب100,000 جنيه والعائد 25% سنويا، بتحط المبلغ في البنك ويتسحب منه 75,000 جنيه بس، واللي بيتبقى في الحساب 25,000 جنيه، وده العائد بتاعك اللي بتاخده مقدم. وفي آخر المدة بترجع تاخد المبلغ اللي انت حطيته، بس بيتخصم منه 20% من الربح مش أصل المبلغ، ولو حسبناها هيكونوا 5,000 جنيه. يعني هتلاقي في حسابك 95,000 جنيه، وتقدر تستثمر في أذون الخزانة من 25,000 جنيه ومضاعفتها، يعني 50,000 جنيه أو 75,000 جنيه أو 100,000 جنيه وهكذا. بس خد بالك العائد اللي بيعلن عنه سنوي، فلو انت شاري إذن مدته 3 شهور يبقى احسب العائد على المبلغ واقسمه على 4 وهيبقى ده ربحك. أذون الخزانة بيطرحها البنك المركزي على موقعه الرسمي، وبتكون أيام الحد أو الخميس، ولازم تلحق تشتري في نفس يوم الطرح عن طريق بنكك. قولي في الكومنتس إيه أفضل استثمار قصير الأجل من وجهة نظرك.